السلام عليكم. بما إن رمضان قرّب وبما إن أنا صانع محتوى، فحابب إن أنا أشارك معاكم حاجة صغيّرة ممكن تفرق في رمضان السنة دي. حاجة أنا كنت باعملها على مدار دلوقتي سَنة ونُص، والحمد لله فضلت ملتزم بالحاجات اللي كانت بتبقى موجودة ومكتوبة فيها. بكل بساطة الحاجة دي هي إن أنت تكتب اليوميات أو النوتة أو خلّينا نقول الحاجات اللي أنت لازم بتعملها في اليوم بتاعك. بتكتبها بإيدك، سواء بقى على ورقة، سواء على أيباد، سواء بتكتبها حتى على الموبايل مش مشكلة، بتعمل جنبها check أو صح، دي بتدّيك شعور داخلي كده بالرضا. بالنسبة للحاجات اللي أنت ما قدرتش تعملها، الحركة دي بس هتدّيك طاقة إن أنت لأ، أنا لازم أخلّيهم كلّهم صح. طيب بكل بساطة هنا عندنا ورقة فاضية زي كده، عندنا بُكرة هيكون يوم الأحد، فأنا باكتب هنا الأحد بالشكل دوًّا، تاريخ اليوم، بعدها باشِد خط بالشكل دوًّا، وبعد كده باكتب باللون الأحمر، اللون الأحمر اللي هو الحاجات اللي لازم ما انامش غير لمّا أكون عاملها. هنا أول حاجة باعمل دايرة هنا كده، أول حاجة صلاة الفجر، الأذكار الصباح، قرآن الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشا، أذكار المساء، قرآن الليل. أنت لو مشيت على الخطوات دي، دي الحاجات اللي لازم ما تنامش غير وأنت عاملها. أنا بصراحة شايف إن هم تكون الصلاة، الأذكار، وقراءة وِرد القرآن الكريم. أول حاجة اللي هو زي check كده box طبعًا عند كل واحد، بعد كده هاجي هنا باللون الأخضر صلاة الفجر، عملتها تمام وفي المسجد وكل حاجة، هاكتب مثلًا check، بس أنا ما قدرتش مثلًا أروح المسجد صليتها في البيت كنت تعبان إلى ذلك، هاكتب هنا كده إيه، آآ بيت، يبقى أنا كده عرفت إن أنا يوم الأحد صلاة الفجر صليته في البيت، أو صليته في المسجد فباكتب مسجد بالشكل ده. طيب وأذكار الصباح تمام، قريتها زي الفل، هييجي عند قرآن الفجر، أنا باحدد كام بقى صفحة، مثلًا يعني ممكن في الفجر صفحة، في قرآن الليل صفحة، يبقى كده في اليوم صفحتين، ما فيش مشكلة، طبعًا كل واحد على قد برضه مقدرته، فبتقرا قرآن الفجر تمام، بحيث إن أنت لمّا تيجي تخلّص حاجة في وقتها بتدّيها الcheck الأخضر بتاعها، بيدّيك برضه بإحساس إن أنت أنجزت حاجة. هنيجي بقى عند أنا باعملها باللون الأبيض أو بلون مختلف، وهي الحاجات اللي هي الثانوية، لإن ده الأساس عندي، المفروض يكون عندنا كلّنا، اللي هو الأحمر ده الأساس، الباقي كلّه حاجات ثانوي مش أساسي، حتى لو كان بالنسبة لك شغل، ولكن ما يبقاش أهميته قد الأهمية اللي فوق دي. أنا هنا باعمل مثلًا لو أنا مثلًا عندي شغل فباكتب شغل وcheck box كده، عندي مثلًا عايز مثلًا إن أنا أصوّر فيديو من الفيديوهات بتاعتنا، أصوّر فيديو مثلًا اللي هو الفيديوهات الshort القصيرة وأعمل check box كده. هنا مثلًا عايز أكتب الscript مثلًا، script مثلًا حاجة معيّنة. طبعًا معلش أنا خطّي بس وِحِش لإن أنا باكتب بسرعة علشان الكاميرا باصوّر، إنّما أنا مش خطّي وِحِش أوي، أوي، أوي للدرجة دي. بالشكل دوًّا كده أنت عرفت قبل ما تنام إيه الحاجات اللي أنت تاني يوم عندك لازم تعملها ولازم تخلّصها. طبعًا من ضمن الحاجات ديًّا الحاجات اللي إحنا قُلناها بتبقى أساسية، ودي الحاجات اللي هي بتبقى الثانوية أو الحاجات اللي هي المفروض بتبقى في اليوم بتاعك بلون مختلف. أول ما تخلّص طبعًا الcheck هو واحد الأخضر، check على الحاجات اللي أنت خلّصتها بالشكل ده، ولو في ملاحظات بتكتبها بالأخضر يبقى على ملاحظات عليها. ودي كانت الطريقة، طريقة سريعة وكمان فيديو سريع، أتمنى تكون فادت ولو حتى واحد بس إن هو يمشي بالطريقة أو النظام دوّة. أنا ماشي عليها بقى لي سَنة ونُص دلوقتي من ساعة ما اشتريت الأيباد، وأنا كل يوم مواظب إن أنا أكتب التاسكات اللي عليّا في اليوم، بحيث ما انساش حاجة، ما فيش حاجة تُقع منّي، أبقى عارف تاني يوم إيه اللي أنا ممكن المفروض إن أنا أعمله، إيه اللي وقع منّي مثلًا اليوم اللي قبليه وهكذا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تطبّق الطريقة اللي إحنا قُلنا عليها ديّة وتقول لي إيه رأيك في الكومنتات، ولو أنت شغّال بطريقة أحسن من ديّة ممكن تكتب لي في الcomments، وأدينا أهو بنحسّن من جودة حياة بعض. ده كان فيديو سريع قبل رمضان، رمضان كريم على كل المتابعين، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سلام عليكم.